الفندق ليه فكره وليه حكايه، بيخلوا كل حاجه بيرسونلايز ليك قوي. برايفت بول سويت بنسبه خصوصيه كامله 100%. واحد من افخم الفنادق مش بس على مستوى مصر، على مستوى الشرق الاوسط كله. الفندق كله موجود على مساحه 48 فدان، وكل السويتات اللي موجوده هنا تقريبا 102 سويت بس. كل المساحات الواسعه دي مدياك كايند اوف برايفسي كبير قوي. الفندق هنا مفيش فيه غرف، هو فيه 4 انواع فقط من السويتات. رويال سويت هو افخم سويت موجود هنا في اوبروي، مساحته لوحدها اكتر من 225 متر. اول حاجه بيكون فيه المنطقه بتاعه الليفينج، بعد الليفينج بيكون فيه المنطقه اللي هي فيها الدايننج اريا. هو بيكون عباره عن غرفه نوم واحده بس. الستايل بتاعها الستايل البسيط الكلاسيكي في نفس الوقت، مش مودرن. وصلنا للحمام بقى بتاع الرويال سويت، هي اوضه كبيره جدا، وكالعاده زي كل الحمامات اللي هي بتاعت اوبروي بيكون في تيراس خارجي. الناس بتحجز الرويال سويت ليه؟ علشان خاطر البرايفت بول. ده يعتبر اكبر برايفت بول موجود على مستوى مصر كلها، بخصوصيه كامله بنسبه 100%. او حاجز رويال سويت يجي لك الفطار كل يوم لغايه عندك في السويت. هنا في حمام سباحه واحد بس كبير رئيسي، وبيكون انفينيتي بول، يعني وانت في البول بتكون شايف البحر بشكل مباشر. الاكل في اوبروي هو مختلف عن اي مطعم تاني او على اي فندق تاني. القوامه شامله الفطار فقط لا غير. الكواليتي بتاع الايتمز هنا حتى في الفطار، اللي هو الحاجات اللي متعرف عليها في اي فندق بتبقى اساسيات، لا هنا الكواليتي بتاع كل حاجه صدقوني بيكون مستوى عالي جدا. عايز تزود غدا، عايز تزود عشاء، زي ما انت عايز موجود. نظام المطاعم هنا بيكون عن طريق الالاكارت. في اوريدي الاكل الهندي بما ان الفندق اصلا هندي بشكل عام، في نفس الوقت في المنيو الشرقي وفي المنيو الانترناشونال. التوابل اللي هم بيستخدموها بشكل عام هنا في اوبروي هم بيستوردوها، يعني كل حاجه جايه مستورده من الهند مخصوص عشان المساحات هنا كبيره جدا، فكل التحركات بتكون بالجولف كار. بالنسبه بقى للشط، هنا شط كبير جدا على حجم الفندق اصلا، في مساحات كبيره قوي بين كل شازلونج والتاني، بحيث ان انت تبقى واخد اكبر قدر من الخصوصيه. اللاندسكيب هنا كبيره جدا، المساحات الخضراء والورود اللي موجوده في كل مكان، بتحس ان انت كل الموظفين اللي هنا هم موجودين عشان يخدموك انت بس. تارجت هدوء، واللي عايز ياخد اكسبيرينس مختلفه هيجي اوبروي، مش هتسمع غير صوت البحر وبس.